والعاصفة الشتوية. هذا من المركز العربي للمناخ الآن. العاصفة الشتوية جود تفرغ بلاد الشام ومصر والسعودية والعرب وسلم من رياح مائية تلمس عاصفة جود. العاصفة جود عاصفة جود الشتوية عاصفة جود بلاد الشام و... والعراق والسعودية بسرعة. العاصفة الشتوية جود تفرغ بلاد الشام ومصر والسعودية. المركز المهندس أحمد الوفا عن بات في حكم المؤكد بمشيئة الله تعالى واعتبارا من يوم غدا الاثنين موافق 2023/6 ونتيجة اندفاع كتلة هوائية شديدة برقطبية تمنشا عبر شرق أوروبا الصوب بالبحر المتوسط والتي تشكل على أثر منخفض الجو عميق جدا وشديد البرد من أصل قطبي يتمركز حاليا شمال شرق الجزيرة أن تتوفر كل من بلاد الشمال الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر والسعودية والعراق بمنخفض جو غير اعتياد عاصف معطب غزة ومفلج فوق الجبال يستمر تأثير حتى نهاية الأسبوع منتظر موج الصيف والجماد من مشيئة الله تعالى. من المتوقع يوم غدا الاثنين وخلال ساعات النهار أن يطرأ انخفاض كبير على درجة كبيرة ومحافظة على درجة حرارة على أن تشتد سرعة الرياح تصبح عاصفة ومنفرة غبرات في بلاد الشام مصر والشمال العراق والسعودية وذلك على أثر تحرك منخفض جو من أصل قطبي يصنف بأن الأشد في بداية هذا الموسم المطري 2023/2022 يتمركز حول جزيرة قبرص بقيم ضغط تقارب 196 بعد ما يجعل يصنف بعاصفة متوسطية شتوية عالية التأثير ونادر التحدث نظرا لما تحمله من كميات ضخمة من الأمطار الغزيرة والرعد تتراوح مع سرعة الجو ثبات حاجز 250 ساعة ابتداء من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس على أقل تقدير. تقسيم نفر من مثلها بعواصف نادرة تحدث فإنه قد يوجب تسمية ثلاثة رشفتها ليسهل الرجوع عليها في أي وقت وقمنا في مركز العربي للمناخ وفي مركز وسم الإقليمي ورصد أرض مأمول عقل بطلاق اسم جود على هذه العاصمة لما الخير وفر المتغذية الذي سيعوض فترات انقطاع الحالات الجوع التي عانت منها على المنطقة من بداية فصل الشتاء والجود في اللغة العربية يعني المطر الغزير الذي يروي كل شيء وهو ما ينطبق على العاصفة الشتاء. التفاصيل من توقع أن تهطل الأمطار كمية ضخم من وكبير من الأمطار تتجاوز في بعض المناطق من 150 إلى 200 ملم في بعض المناطق بلاد الشمال تتراكم فوق المرتفعات الجوية المتوسطة في سوريا ولبنان حتى مستويات 700 متر وفوق. في الأردن والفلسطين التي تزدهر ارتفاع على 1000 متر عن سطح البحر بأيام الثلاثة وأربعة من المحتمل مستوى الهطول في خصوصا في الناس ساعات الليل تأخر الفجر من يوم الثلاثاء وأربعة من حتى مستويات 800 ما دون تراكم الصاع مع يقل الحياة الآن. عاصم في الحقيقة جميع المؤشرات التي تشير إلى أن عاصفة جوز تكون شديدة فوق مناطق الباك أحد أقصى درجات الحيط والحب من شدة سرعة الرياح المرافقة للجبهات الهوائية 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 الجبهات من أخطر الانزلاق على الأطراف في المناطق المعرضة لاستقبال الفلوج خاطر من خطر عواصف رعدية شديدة ومن خطر حدوث الهفاء نتيجة هطالات من الأمطار المتوقعة أن تساقط خلال وقت قياس في كثير من المناطق من خطر تدني من الضباب والغيوم من السحاب والغبرات. نسأل الله أن تكون صغيرة رحمة ولا صغيرة وأن يجود علينا بنعمل الجواد اسم الله تعالى كم أدنت السنة فقدروا البهيغ في شعب الإصابة وأبو نعيم في الحلية. من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تعالى الجواد يجب الجود ويجب مع الأخلاق ويكره صحة الأبناء في صحيح الجامع الروم. قال ابن القيم رضي الله عنه إنه هو جواد. وشكرا لكم متابعة لا تنسوا اللايك والاشتراك ودمتم في أمان الله.